تخيل معايا كده، تبقى عايش حياتك عادي، راعي غنم بسيط، ويجيلك حلم غريب يتكرر كذا مرة، يحكيلك إن فيه كنز مستنيك في مكان بعيد آخر الدنيا. تعمل إيه؟ تسكت وتكمل حياتك زي ما هي، ولا تسيب كل حاجة وتدور على الحلم؟ أهلا بيك في رواية الخيميائي، رحلة مش بس في الصحراء، دي رحلة جوه قلبك. البطل اسمه سانتياغو، شاب صغير عايش حياة بسيطة، بس قلبه كبير وبيحلم. بيسيب كل حاجة ورا ظهره وبيبدأ رحلته الطويلة عشان يدور على الكنز. بس طول الرحلة بيكتشف إن الكنز الحقيقي مش مدفون تحت رملة، ده مدفون جواه. بيقابل ناس كتير في السكة، خيميائي حكيم بيعلمه يسمع لصوته الداخلي، ناس بتساعده وناس بتخدعه، حب حقيقي بيقابله في وسط الصحراء، وكل حاجة بتحصل بتعلمه حاجة. بس رواية مش بس عن كنز، دي عن الإيمان بنفسك، عن إنك تلاحق حلمك حتى لو الناس كلها شايفة إنك مجنون، عن الإشارات اللي بتظهر لنا وإحنا ساعات بنتجاهلها، وعن الرحلة اللي أهم من الهدف نفسه. باولو كويلو بيهمس لك من بين السطور الكنز اللي بتدور عليه بعيد، يمكن يكون قريب جدا، بس لازم تمشي الطريق علشان تشوفه. هتخلص الرواية وتسأل نفسك، هو أنا كمان عندي كنز، ولا أنا نسيت الحلم من كتر ما الدنيا شغلتني؟ وهل لو سبت كل حاجة الكون هيساعدني ولا هيغرقني؟ لو مريتهاش اقراها، بس خليك عارف هي مش رواية تقراها وتعدي، دي رواية ممكن تغير طريقتك في التفكير وتفكرك تحلم ولسه ينفع تبدأ من جديد. قولي بقى، لو حلمك ناداك هترد عليه ولا هتسكت وتكمل في نفس السكة؟ قلنا المرة الجاية تحب نتكلم عن إيه؟